عايز اتكلم عن حاجات بتضايقني في الشغل، بس انا لو اتكلمت فيها تبقى يعني هترفد بكره. يلا تعالى، بس الإف ده وحش قوي والله، بس هيضحك حد. اكيد في حد هيضحك على اللي انا بعمله ده. أهلا بيك في بتوى حاجات. في حاجات بتبان تافهه للناس، بس بالنسبه ليا قادره تخلص كل رصيد الصبر اللي عندي. حاجات بسيطه بس قادره تبوظ لي اليوم من اوله. اول حاجه هي الاكل بصوت. في ناس ما بتعرفش تاكل غير وهي بتعمل مزيج من المؤثرات الصوتيه قادر يكرهك في الاكل وفي الشخص وفي نفسك وفي اليوم اللي انت اتولدت فيه. والفكره ان الناس دي بتبقى شايفه نفسها عادي، مفيش مشكله يعني، وساعتها ما بيبقاش فيه قدامك غير حل واحد بس من الاثنين: يا اما تحط سماعات في ودنك او تاني حاجة ان حد معاك تليفونه يرن ولا يرد ولا يكنسل ويفضل باصص على التليفون وهو ساكت. والمشكلة ان الرنة اللي بيبقى حاططها ممكن تصحي ميت من قبره. تالت حاجة ان اصحى بدري يوم الاجازة. الموضوع ده كفيل يخليني يومي كله مقفول. يعني كان فين النشاط ده كله وانا شغل الساعة 9 وصاحي الساعة 10 ونص؟ لو يا سلام بقى لو صحيت قبل ما انبه يوم الشغل بساعة. هو الموضوع يبان عادي، بس في حاجة ساعتها جواك بتقول لك طب ما لسه بدري، ما تغمض الساعة دي. وغالبا لو عملت كده فشكرا، هتخصم لك نص يوم. وعايز اقول لك ان النص ساعة زيادة اللي هتنامها بتساوي 300 جنيه اوبر. ومفيش حاجة اوحش من موظف امن المول اللي بيبقى فاكر نفسه رتبة. يعني هو مش تقليلا من الوظيفة، بس حضرتك وظيفتك انك تامن المول مش تقدرني. يعني ما بقاش داخل المول انا ومراتي وابني وتقول لي الدخول قابلز. يعني هو في اقبل من كده؟ بس الإف ده وحش قوي والله، بس هيضحك حد. اكيد في حد هيضحك على اللي انا بعمله ده. لو يا سلام بقى لو حد فكر يسلم عليا وايده مبلوله. عمر حد سلم عليك قبل كده ايدك مبلوله؟ عندي مهندس على طول ايده اصلا على طول عرقانه. ما بينشفاش قبل ما يسلم؟ ما هي على طول عرقانه، طلعت عنده مشكله في المسام. يعني ربنا يشفيه راح عمل ويكرمه. عمليه واشتغلت اسبوع بعد كده رجعت تاني. او ده راجل محترم، ان هو يعني يكفيه شرف المحاوله. ده راجل محترم اقسم بالله. ومفيش حاجه اوحش من ان حد يسلم عليك وايده مبلوله. يعني مع احترامي لحضرتك ولنظافتك، بس ممكن تنشف ايدك، ولو ممكن بس يعني تستخدم مزيل عرق. عايز اتكلم عن حاجات بتضايقني في الشغل، بس انا لو اتكلمت فيها تبقى يعني هترفد بكره. يلا تعالى. لا انا اكتر حاجه بتضايقني في الشغل اقسم بالله وما بعرفش اتكلم وبتضايقني قوي، يعني هي تبان عادي بتضايقني لما حد يقول لي فاضي نخش ميتنج وببقى فاضي واقول له اه ويتصل بيا فعلا. يعني الموضوع بيحرق دمي اقسم بالله. قلت له فاضي يا عم انا فاضي بس مش مبرر ما تكلمنيش. الناس معاك في الشغل ممكن يبقى يروحوا لمديرك يطلبوا منه حاجه فيوافق، وانت تيجي تطلب نفس الحاجه فيرفض. كلها حاجات لها علاقه بالفلوس. والله العظيم كلها حاجات لها علاقه بالفلوس. مره اول لما خلفت ابني قال له بقى الشركه بتدي مش عارف حاجات وبتاع لما تبقى لسه مخلف وبتاع. بالظبط حاجه زي كده. انا الحمد لله ما كنتش محتاجها في وقتها، بس قلت يعني الناس عماله تتكلم، فقمت سائل التيم ليدر بتاعي قلت له بقول لك اهو في 1 2 3. فدخل سال لي جه بيقول لي هم رفضوا وبيقولوا الشركه ما بتدي. قلت له اصلا ما طلبتش، انتوا اللي عمالين تلحوا عليا. فبينوا شكلي ان انا محتاج الموضوع، بس انا مش عايزه، مش فارق لي ب 3 جنيه. عايز اقول لك ان الحاجه تبقى ب 300 جنيه تقريبا. لا سمعت ان هم بيدوا مرتب شهر يعني وبتاع. ده مين اللي بيعمل كده؟ مش شركه عند او الله اعلم يعني. سمعت يعني اللي سوحني طلع ان فعلا في حد سوحني. الفكره انت عارف اللي مضايقني في الموضوع انا ما طلبتش، فبان ان انا بطلب وبتاع. لا يا عم والله الواحد نفسه عزيز اكتر من كده يعني. سؤال الفل في حاجه هات، مفيش عادي خلاص مش فارقه، ما دفعنا الولاده خلاص يعني. لا لا، من ضمن الحاجات اللي انا ممكن بتحصل لي في الشغل ان انا ممكن الناس يكونوا ما بيعملوش اي حاجه في الشغل وبيترقوا وبياخدوا فلوس وانت طالع ميتينك وفي النهايه عادي. دي قصه حياتي في الشغل عادي. ده انا كل يوم ده انا كل يوم قشطه لازم تاخد كورسات. اي شهاده فيها من 3 حروف. لازم تاخد حاجه من 3 حروف. ده بجد اقسم بالله يعني لازم 3 حروف بس. قشطه مش موضوع يعني. عايز اقول لك حاجه برضو، في حاجه مش بتضايقني ولا حاجه بستغربها. في واحد معايا في الشغل دايما لما بيجي يتكلم مع حد في ميتنج او حاجه، في معانا جنسيات مختلفه، فدايما لما بيجي يكلم اي حد من بره المكتب بتاع مصر بيكلمه خليجي، ما اعرفش ليه يعني. والله يعني مره اصلا سالته اصلا التيم ليدر بتاعه طلع سوداني. طب بتكلمه خليجي ليه يا معلم؟ يعني ليه خليجي؟ ما اعرفش. انا بحبك اصلا انت اخويا. وعارف برضو اكتر حاجه بتضايقني بس يعني بتبان عادي. لما اخش مناقشه مع حد في الشغل مثلا سواء كرويه بقى او اي حاجه، بيحاولوا يفرضوا وجهه نظرهم. يا عم عادي، ما صباح الفل، مش لازم تقنعني. مش هتقنعني اقنعك، ما عادي يا عم اللي انت شايفه صح ولا انا شايفه صح وصباح الفل عادي يعني. احنا مش قاعدين بنتناقش في خريطه الشرق الاوسط. صباح الفل. طب هات بقى النسكافيه ده. عارف برضه حاجه تانية بتضايقني قوي، ان لما حد يتصل بيا ويقعد يتصل كتير وكنسل عليه، ولما اجي ارد عليه بعد كده يبقى انا زعلان وانت ازاي ما تردش عليا وبتاع. اقول له انا كنت مشغول، فانا عشان مشغول بكنسل عليك عشان مش عارف ارد. قال لي لا انت هترد وتقول لي ان انت مشغول. اقول له طب ما لو رديت عليك انا كده مش مشغول، فاشوفك بقى عايز ايه يعني. في قبل كده كلاينت كان معايا عمل معاه الحركه دي يعني. كنسلت عليه مره والتانيه، كنت بصور اعلان وبتاع فكنسلت عليه، مش هينفع ارد، الكاميرات شغاله بره وبتاع وانا مش قافل التليفون عشان لو حصل اي حاجه ظرف طارئ في البيت. ففضل يرن كتير فشخ وانا عمال اكنسل. في الاخر لما زهقت قمت داخل
داخل فاتح الواتساب في الخباثه كده وبعت له، انا كنت نازل ايديت ونسيت وبتاع، قمت داخل بعت له قلت له والله انا مش هعرف ارد عليك دلوقتي مصور اعلان. فالمهم بعد ما خلصت رجعت بتصل بيه وبتاع، يا استاذ محمد ما ينفعش الكلام، هو راجل كبير كسر مثلا 60 سنه، يا استاذ محمد ما ينفعش وبتاع، ما احنا بنصور اعلانات وبتاع. قلت له حضرتك بتصور اعلانات؟ حضرتك بتاع مطابخ تصور اعلانات في ايه؟ طيب مش تريقه، بس هو بجد راجل بتاع مطابخ يعني وبتاع بتاع خشب. فضل يقول لي لا انت لو مش فاضي المفروض ترد عليا تقول لي ان انت مش فاضي. طب ما انا لو رديت عليك انا كده فاضي يا معلم. هو الادعى ان انت ممكن بتكنسل يعني 5-6 مرات وهو مصر برضك بيتصل. يعني ما لو كنت عايز ارد عليك من اول مره ما انا كنت رديت، يعني ابعت لي على الواتس مثلا. لا ما في ناس ما تعرف ان في ناس ما بتعرفش الواتساب. انا برضو ده من ضمن الحاجات اللي بتضايقني، حد لازم يتصل بيك يقول لك نفس الحاجه، نفس يعني بعد يتصل بيك علشان خاطر يقول لك جمله ممكن يبعتها على الواتساب، يعني حتى مش هيطلب منك طلب، هو هيفكرك بحاجه، بقول لك هو النبي يفتكر كذا، ما تبعت يا عم. لا انا اللي بيحصل معايا ايه، لا بيبعتها لي على الواتس وبيفضل يكلمني كذا مره، ابعتها لك كذا مره. طب ما خلاص ما اشوفها على الواتس. زي ايوه صح والله فعلا ساعات يتصل بيا يقول على فكره انا بعت لك كذا على الواتساب بقى باخدهم. ما انا انت مش بعته، ما خلاص ما انت بعته يا معلم. بس تقعد مكاني، تعالى اقعد مكاني تعالى. ظهور خاص لمحمد حسام صاحبي من الطفوله، ونسيبي ولا اسمك ايه، عديلي يا جماعه. انت ايه حاجات بتضايقك وتبان انها عادي؟ لا هو انا مثلا بحكم شمال زي ما كنا بنتكلم من شويه، موضوع حد يقعد يتصل بيك 100 مره ديت وانت اصلا بتكنسل 200 مره عشان اصلا ممكن بيبقى في حاجه ايرجنت او حاجه ضروريه تانية، انا محتاج اتصل بمكالمه تانية ضروري، يا عم اقفل. لكن ما حدش بيفهم. بحكم شغلي برضك ممكن بتعامل مع ناس كانك بتعامل مع اطفال، يعني لو بتعامل مع ابني الصغير الموضوع هيبقى اسهل شويه. اديني مثال لموقف. في بعض الناس عندي معايا عايشين في نظريه المؤامره. الشركه عندي كلها عشان نظريه لا فعلا والله في ناس مقتنعين تماما ان انا مثلا جايين عليه بزياده في حاجه، مع اننا عادي احنا اصلا انا مش فاضيين نبص جنبنا، مش تقليلا منك بس فعلا حرفيا مفيش وقت. واحد مثلا في الشغل هو مرتبه قول في حدود مثلا من حوالي 9 ل 10000 جنيه، قبض حوالي 3000 جنيه. ايه ده والباقي فين؟ ما هو بقى جاي يسال الباقي فين. حقه طبعا. ما هو طبعا حق، بس ما هو قبل ما يسال ان هو حقه هو غايب 16 يوم في الشهر. 16 يوم ده ما اتفصلش ازاي يعني؟ 14 يوم متصل ولا ايه انقطاع من العمل؟ هو بقى لا هو خدهم منفصلين، يعني راح مثلا اتجوز من غير ما ينسى فماشي، فادينا له اجازه الجواز اللي هي 7 ايام. 7 ايام مش 14 يوم يا جدعان؟ لا الجواز 7 ايام. ليه يا عم انتوا ايه؟ كفره. لا بس قانون العمل 7 ايام، وبعد كده هو المفروض هو لو منسق ممكن هنديله من الرصيد السنوي بتاعه، بس لا ده هو بعت مسج على الجروب انا رايح اتجوز بكره. هو تلاقيه كان ناسي يقول لكم حتى ما عزمش حتى. لا وين انا مسقط حاجه. رغم ان هو مش منسق ولا اي حاجه، فخلاص ادينا له اجازك عشان حقك، بس بلغناه خلاص بعد 7 ايام انزل الشغل، ما نزلش. جاي بقى يفتكر في اخر الشهر عايز جاي ينزل ويقول فين فلوسي لما لقى مرتبه اتوقف، وبعد كده هو يوم ما هيقبض حوالي 3000 جنيه. طب انا بس عندي بقى سؤال تاني مهم جدا، هو ازاي بال 10000 جنيه دول عرف يتجوز؟ عادي بيشتغل مصالح بره، بيظبط نفسه هنا كده. يعني دي بالنسبه لك في شغلك كمهندس اكتر حاجه انت بتشوفها نظريه المؤامره وان الناس بتيجي تحاور عليك؟ في تحوير كتير، فهو بقى حاطط ان انا حاطه في دماغي، مع ان انا اصلا مش فاضي. انت ما بتاخدش اكتر من حق الشهر، المفروض تشتغل فيه 22 يوم، انت ما اشتغلتش فيهم غير 5 ايام. غير الشغل مثلا الاكشن اللي بيحصل في الميكروباصات مثلا وانت رايح في المواصلات او اي حاجه. انا بقى لي فتره بصراحه، انا عندي يعني انا بقى لي فتره بعيد عن الميكروباصات، بس عندي مشاكل كتير قوي وانت سايق، يعني وانا سايق الموضوع بيبقى اوسخ بكتير. مثلا بتفضل مثلا 3/4 الطريق واحد قاعد في اخر كرسي ومع السواق بيتخانقوا على 2 جنيه بيدوروا عليه. يا عم ما خلاص. لا ما هم لو ليك برضو مش تقليلا من ال 2 جنيه او ايا يكن، بس انت ولا انت هو الراجل قال لك لسه هفك في مثلا في الكارت او ايا يكن، انا عايز الفلوس يا عم. هو يعني اخدهم ومشي هجيبهم لك منين يعني ما فقال لك هيفكوا هيرجعوا. محتاجين يشغلوا انستا باي في الميكروباصات مثلا 3/4 المشوار رايح في حاجه زي كده. انت طبعا بتبقى عايز تكمل نوم في الميكروباص يعني، فانت عشان كده مش عايز وش. دي حقيقه. لا قاعد في اخر الكرسي ولا هو سامع السواق ولا السواق سامعه، والاثنين بيندهوا في ملط. انا زمان كنت بريح دماغي واخد 2 قدام وماليش دعوه، بس اعتقد دلوقتي لو فكرت عماله تخرب بيتي. لا كتير. صح. انت اصلا مواصلاتك بكام؟ لا انا الميكروباص ده ب 45 جنيه. تروح اسكندريه ولا ايه؟ شكرا محمد. دي شويه حاجات من الحاجات اللي هي بتبان عاديه بس هي كفيله تحرق دمي وتوقف لي يومي، واكيد في ناس كتير قوي منكم شايفين ان كل ده بيحصل معاهم وبرده بيضايقهم ويحسوا ان لما تيجي تفكر فيها تحسها حاجه عاديه، عادي ده يحصل. ولو في حاجه تانية ما اتكلمناش فيها ممكن تكتبوها لنا في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا الحاجات اللي هي بتاعت اليوتيوب بتاعت الاشتراك والكلام ده يعني لو الموضوع ده عجبكم. شكرا.